جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد حفظ كتاب الله عز وجل، ما هي الطريقة المثلى لذلك، مع العلم أنني أهم وأبدأ في الحفظ ثم أنقطع، فما هو الحل لهذا الانقطاع؟ لا شك أن طلب حفظ كتاب الله من أشرف المطلوبات وأعظمها، أن تحفظ كلام الله عز وجل، أن تحفظ القرآن. وهناك أسباب معينة على حفظ القرآن، أولها الإخلاص، أن تخلص لله في هذا الطلب، وأن تقصد وجه الله عز وجل. وثانيها الاستعانة بالله، وأن تكثر سؤال الله أن يرزقك حفظ كتابه، تدعو الله دعاء كثيرا وأنت موقن بالإجابة، ولا تمل هذا الدعاء أبدا، ولو أصبحت ابن 90 ولا زلت لما تحفظ القرآن تقول: يا رب ارزقني حفظ كتابك. تستعين بالله على هذا المطلوب العظيم. وثالثها أن تدرك عظيم الفضل لمن حفظ كتاب الله في الدنيا والآخرة. فمن حفظ كتاب الله وتعلم كتاب الله وعلم كتاب الله كان من خيرنا في الدنيا، وألبس تاج الوقار يوم القيامة، وإذا دخل الجنة قيل له: ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيرتفع في الجنة منازل كثيرة بسبب حفظه للقرآن. فالأمر الثالث أن يدرك الفضل العظيم لحفظ كلام الله عز وجل. والأمر الرابع أن يتخذ الوسائل التي تعينه على ذلك، كرفقة عندهم همة عالية في حفظ القرآن، وأن يتخذ شيخا متقنا يحثه على حفظ القرآن. بعض إخواننا يريد أن يحفظ القرآن لكن لا يريد أن يثني ركبته عند شيخ، يريد أن يحفظ بنفسه، وهذا يجعله يتقدم مرة ويتأخر مرات. لكن إذا اتخذ شيخا متقنا يحفظ عنده فإنه يتقن الحفظ ويساعده ذلك على الحفظ. والأمر الخامس ألا يكلف نفسه ما لا تطيق، ألا يكلف نفسه ما لا تطيق. بعض الناس يحمل نفسه على حفظ ما لا يستطيع أن يحفظه في اليوم، فيقول: أنا أحفظ 5 صفحات في اليوم، وهو في حقيقة الأمر ما يستطيع أن يحفظ نصف صفحة، ما عنده قدرة، ولا سيما في أول الأمر. فقد يبدأ في أول يوم في غاية الحماس، وربما حافظ بالقوة، ثم إذا جاء في اليوم التالي وإذا بأكثر ما حفظ قد ذهب، وإذا به لا يستطيع أن يحفظ فيترك الحفظ. لا، ألزم نفسك بما تستطيع، وأنت في خير. هب أنك في كل يوم تحفظ آية واحدة، آية واحدة كل يوم، تحفظ آية فقط. والله حفظك لهذه الآية في اليوم خير عظيم. فإذا كان عندك قدرة أن تحفظ 2 فهذا خير ونور على نور، ولكن خذ نفسك بما تستطيع، ثم ستجد أنك مع تقدم الأمر تحفظ أكثر فأكثر.
ثم احرص على المراجعة، فالقرآن كثير التفلت فيحتاج أن تتعاهده. ومن أحسن المراجعة أن تصلي الليل بما تحفظ من القرآن، هذا يثبت الحفظ ويقوي المراجعة. ما تحفظه من القرآن صل به الليل، ولو أنك حفظت آية قم الليل بهذه الآية، واحرص على المراجعة. وإذا رزقك الله حفظ القرآن فحصن نفسك كثيرا، فإن حفظ القرآن نعمة عظمى، وكل ذي نعمة محسود، فحصن نفسك كثيرا، وحافظ على أذكار الصباح والمساء، ولا سيما قراءة آية الكرسي، حتى تحفظ بحفظ الله عز وجل. نعم.